أعزائي أحبائي، أهلا أهلا وسهلا بكم في يوم جديد. كل سنة وأنتم طيبين. بكرة وقفة عيد الأضحى المبارك، وبعد بكرة أول يوم عيد الأضحى المبارك، في مناسبة أعتقد إن هي مهمة برضو مقارنة بوقفة عيد الأضحى المبارك اللي هي عيد ميلادي. أنا عيد ميلادي بكرة أعزائي، قولوا لي كل سنة وأنا طيب. وأنا أقبل الهدايا العينية والرمزية على محل العمل أو محل الإقامة أو فودافون كاش أو أي مسجز أو ستوريز، يعني أنا أقبل كل أنواع الهدايا. فأنا مستنيكم بقى إيه تتهاتفوا عليها. هي حاجات تبسطني، يعني حاجات أعتقد إنها تبسطني. الهدايا العينية أصلا والرمزية أوكي، والماديه اوكي، اعملوا اللي انتوا عايزينه. بس ده كانت بدايه استهلالا للموضوع. ممكن اقفل بعد كده عشان ده كانت اناونسمنت مهمه جدا. بس الموضوع الاصلي اللي هو دعونا اعزائي نجنب كل الاشياء جانبا ونحدث العقل ونعمل العقل ونتكلم شويه بالعقل. لا فيها اهلاوي ولا فيها زملكاوي، هم موقفين اولموست شبه بعض. انا هحكي لكم موقف مشابه وانتوا بقى ايه اقعدوا ريليتوا كده، وانا هحكي لكم كل المواقف وخلاص. من يجي 10 سنين كده كان فرقه اسمها بروسيا دورتموند جامده فشخ، وكان ايه كلوب عامل شغل فيها، وكان فيها 3 لعيبه جامدين جدا اللي هم ايه ليفاندوفسكي، ماريو جوتسا، ورايس. اللي حصل بعد تألق الفرقه بشكل عظيم جدا، راحت فرقه بايرن ميونخ اللي هي اللي بتلم الالمان، بتلم الدوري وبتلم اللعيبه في نفس الوقت. راحت واخده ليفاندوفسكي اول سنه، السنه اللي بعدها اخدت كوتسا، السنه اللي بعدها حاولت تاخد رايس وما راحش. فبقى عندنا 2 لعيبه مشوا وواحد قعد. اول واحد ليفاندوفسكي سطر تاريخا اخر مع بايرن ميونخ بعد ما مشي من بروسيا دورتموند، لحد ما دلوقتي بيلعب في برشلونه ولسه مكمل. التاني كوتسا لم يسطر اي تاريخ وما عملش اي حاجه مع بايرن ميونخ، او كان يعني قاعد على الدكه كده وهم بياخدوا الدوري اللي كان عاده بياخدوه يعني. وبعدين قعد يلف شويه بقى على ايه ورجع بروسيا دورتموند تاني، وبعد كده مش عارف خرج راح فرانكفورت بقى، مش عارف راح فين كده يعني. حياته بتنيل بنيله. التالت اسمه ايه؟ احنا قلنا ايه؟ ليفاندوفسكي وكوتسا، وهفتكر اسمه اللي قعد رويس، مارك رويس باين اللي قعد. دلوقتي شوفوا بقى الكيس شكلها عامل ازاي. 2 مشوا من فرقه واقفه على رجليها، واحد ورا التاني راحوا الغريم التقليدي، وواحد كسر الدنيا والتاني كان قاعد الدكه ومش عارف ايه، وبعد كده فشل ذريع راح راجع على بروسيا تاني، والتاني فضل قاعد في بروسيا، التالت فضل قاعد في بروسيا اللي هو مارك رويس فضل قاعد في بروسيا من الاول للاخر. فبابا عشوق الجماهير ومحبوب الجماهير ويحطوه علم على النادي، وما خدش ولا بطوله، ما لعبش كاس عالم، ما لعبش بطوله اوروبا، ما خدش فلوس كتير، بس بقى محبوب الجماهير والمعشوق ومسكوه في الاخر مدير الكوره مثلا ولا حاجه. ليفاندوفسكي راح كسر الدنيا، خد فلوس قد كده مع بايرن ميونخ، وبعدين راح كسر الدنيا وخد فلوس قد كده مع برشلونه، وده نجح باهر. التاني التالت خد فلوس قد كده، كسبش حب الجماهير، رجع تاني ما نجحش نجاح باهر، بس خد شويه فلوس. رأيك في ال3 دول بالترتيب، كل واحد سنة عن التاني، لو اتغير يبقى انت عندك خلل محتاجين نرجلشه. نفس الفكرة ونفس الكونسبت اللي بنتكلم عليه في الموضوع اللي بنتكلم عليه دلوقتي، اللي هو موضوع السيد رمضان صبحي، قديم جدا ومشيانه من النادي الاهلي بالطريقه الجميله اللي مشي بيها وراح بيراميدز. والاخر هو سيف فاروق جعفر، مش يوسف اسامه نبي. يوسف نبي كان ابوه ظاهر دايما، وخلصوا الموضوع من بره من غير ما سياده المستشار يقعدوا جنبه ويقول له انا هجيب لك الشبكه من غير. فانا دلوقتي اللي بتكلم على مين حلو ومين وحش ومين احسن من مين ومين خسر ومين كسب، مش قصتي خالص خالص. القصه اللي هي رايك انت، وده الموضوع اللي انا يعني دي الفكره اللي انا عايز ارميها جواكم، ازرعها جواكم عشان تكبر كده وتبقى راي مهم. احنا محتاجين في وقت من الاوقات نعيد ترتيب البوصله، نعيد وضع اتجاه البوصله، نعيد تظبيط هذا الكلام. ليه؟ علشان احنا احيانا بنتغير، مبادئنا لسه ما كملتش، صغيرين في السن شويه، صغيرين في التجارب شويه، بس انا ما عندناش مبادئ قوي تخلينا نبقى عارفين فين وازاي وبتاع. فهذه المواقف اللي بتختبرنا نرجع بقى دقني شابت وانا اصل انا خبره من ايه، من مواقف شبه كده. عزيزي الاهلاوي او الزملكاوي، لو كان رايك في الاول ان رمضان صبحي مشي فهو ابن 60 في 70 وباع النادي الاهلي ونعمل عليه حملات ونطلعه اوحش واحد في الكون و عشان خاطر راح بيراميدز ما كملش في النادي الاهلي، ورايك دلوقتي في سيف فاروق جعفر ان حقه مستقبله الزمالك ما فيهوش حاجه، مع غير المقارنه، مش هنقارن خالص ما بين الاهلي والزمالك، يمكن نقارن في الظروف ان ده راح وده جه، انا مش هنقارن بين الاهلي والزمالك خالص. ماشي؟ فلو رايك كده ورايك كده، محتاج تظبيط البوصله. عزيزي الزملكاوي اللي شايف ان المشاعر رمضان صبحي ده خياء، ده حاجه مستقبله وازاي ما يروحش يا جدعان، انتوا بتهرجوا، ده مديله 300 مليون ريال سوداني في الاسبوع وازاي وبتاع.
وشايف ان مشيان سيف ده خيانه ومبادئ والقاها الزمالك وازاي ابن النادي وازاي يمشي وبتاع، محتاج تظبيط البوصله. الكيسز متشابهه الى حد كبير، ليست بالمتطابقه ولكنها متشابهه الى حد كبير. فانا هنا مش عايزك تلوم ومش عايزك تشكر ومش عايزك تمجد ومش عايزك تعمل حاجه، انا عايزك تتشك البوصله بتاعتك من غير ما تقول لي. انت اقعد على السرير، اقعد في الحمام، فكر كده. انا من 5 سنين قلت ايه على رمضان صبحي؟ ودلوقتي بقول ايه على سيف؟ طب ايه اللي غير رايي؟ زملكاويتي او اهلاويتي هزتني او خلتني اخد القرار. اوكي، انا ما عنديش مشكله، ده جزء عاطفي احتمال يحصل، بس بنسبه قد ايه؟ لما تشوف الموضوع كله قدام عينك وتقرر ان الاتنين زي بعض بالظبط، بس انا اهلاوي فانا هميل ان رمضان صبحي غلطان. عندك مشكله، عندك مشكله. تتعامل مع نفسك كانك من يوغوسلافيا. انا راجل يوغوسلافي، جيت لقيت فرقه كبيره واحد مشي منها، وفرقه كبيره واحد مشي منها، الاتنين راحوا نفس الفرقه. يبقى ده وحش وده حلو ليه؟ طب تعالى بقى تاني، ملابسات الموضوع. رمضان صبحي لما مشي الاهلي كان جايبه من هادرسفيلد اعاره، دفع فلوس قد كده، جيت صاب، فضل قاعد في الاهلي شويه مصاب لحد ما جه لعب كاس ولا سوبر ولا حاجه ملهاش لازمه كده وخدناه. فانا انفستد فيك من الاول، فلما اجي اقرر ان ادفع لك فلوس قليله، طب ما انا دفعت كتير وانت هتعيش معايا وانا بمجدك، وانت عبد الله السعيد وابو تريكه وبركات وساد معوض في بعض، وهعمل لك وهسويك، فكون انك ترضى شويه بفلوس قليله ده لمصلحتك على فكره. هو مرضيش واستنى ساعه ورد عليا وعمل يعني خد قراره الراجل وراح بيراميدز. قامت الدنيا لم تقعد من حيث تجميل النادي الاهلي، مش موضوعنا خالص. سيفر وجعفر، انا راجل اتصعدت فرقه من السنه اللي قبل اللي فاتت ولا السنه اللي قبل اللي فاتت لما كانش في لعيبه وقررنا نصعد الناشئين، وبلعب فيرست تيم بقالي شويه، ما بلعبش كتير بس اوكي. انت النادي متوسم فيك خير وعايز يكبرك وبتاع، ما اعتقدش هتفضل احتياطي عشان هو يجيب لعيبه تاني، عمال بيشتري في لعيبه ومطبخ 5 ومش عارف ايه، فما اعتقدش ان تبقى مهمه قوي، بس النادي كان بيوعدك بكده، فانا خلينا نعتبر ان انت تبقى راجل كبير ومهم في النادي. وهديك فلوس قليله، فانت ما تاخدش فلوس اكتر، خد مني فلوس قليله دلوقتي عشان انت لسه مش نجم. اصل واحد يقول لك اصل الزمالك اللي عمل اسم فاروق جعفر، عمل اسم سيف فاروق جعفر. اسم ايه؟ اسم ايه ده معروف عشان هي ابن فاروق جعفر، هو لسه مشخه وعمل حاجه؟ عنده 24 سنه 25 سنه وانا شفته، انا مالي، انا شفته 3 ماتشات بينزل احتياطي وبديل امام عاشور ميح قررت تلعب السيسي عليه وايام سودا كده، فانا ما تقولش اسم فاروق جعفر. لو بيراميدز مش شايف ان الراجل ده بروميسد وجاي منه حاجه مش هيعملوا كده، او يعملوا كده بقى هم بيرازوا في الزمالك، مش والكابتن سالم والاستاذ سالم الشمسي ما طلعش صاحب سياده المستشار ولا حاجه، والخناقه اللي ما بينهم دي دايره على الفاضي، او يعني التصالح اللي ما بينهم ده دايره على الفاضي، يبقى احتمال. واحتمال لا، مش ده موضوعي. فالراجل هنا شاف مستقبله وقرر يشتري الفلوس ويبيع النادي، والراجل هنا شاف مستقبله وقرر يشتري الفلوس ويبيع النادي. انت رايك ايه فيهم الاثنين؟ مش بتاعتي. قرر انت، شوف رايك ايه فيهم، ولو رايك مختلف وبتقول على ده حلو وده وحش او ده وحش وده حلو، لو سمحت ظبط. والله العظيم 3 بقرا كومنتات ما لا انزل الله بها من سلطان، بكره يقول لي تاني اصل انت هتبوظ نادي الزمالك. انا مش هتكلم على موضوع الزمالك ولا تاني اصلا، مش هتكلم على موضوع الزمالك، لا مش هتكلم على اني بتكلم على موضوع الزمالك، انا هتكلم في موضوع الزمالك 60 مره غصب عني. يا جدعان يا شباب يا اخواني يا اعزاء، الزمالك ده اخويا وعمي وابن عمي ومراته وابن خالي ومراته وعمتي وجوزها وصحابي ومراتاتهم وصحباتي وجوازهم، ما هو دول الزمالك، والزمالك دول فرقه من بنجلاديش، ما هو كل دول على فكره. فانا لو انا عايز ارازي في كل دول هبقى عايز الزمالك يبوظ وبتاع، انا مش عايز ارازي فيه، انا مش عايز اخويا يكون متضايق، انا عايز اقعد انافس في اخويا زي ما ابويا كان بيعمل مع عمي زمان، وبيقعدوا يتخانقوا كده وقت الزمالك كسب ماتش والاهلي كسب ماتش، انا عايز اعمل كده، مش عايز افضل قاعد بس مش عايز الزمالك ياخد بطولات، لا ما انا مين ياخد بطولات؟ هنفضل ناخد بطولات الاهلي وهو نايم في السرير. مش هتكلم على سياده المستشار عمل ايه في القعده، شكرا جزيلا ليكم، بس موضوع صغير تاني معلش شبه شو يذكر يعني. حصل موقف لطيف في تجديد حسين الشحات، وده دي اصلا صفقه، يعني تجديد حسين الشحات بالنسبه لي صفقه في حد ذاتها. ليه؟ انت محتاج وينج فمش هتمشي الوينج اللي عندك، ده انا محتاج وينج وانا عندي 3 وينجات، امشي واحد واجيب واحد يعني، فخلينا عشان لو ما جبناش يبقى عندنا لسه فرده قايمه. فالتجديد ممتاز، الرقم ماليش دعوه بيه، التوقيت 3 سنين رقم حلو والدنيا مانجا. الفيديو بتاع تجديد حسين الشحات بالنسبه لي فيديو عظيم، لحد ما الست والدته المحترمه اتكلمت. الكلام ده كان بيتعمل ايام ابو تريكه يا جدعان، ما بتعملش دلوقتي، ما بتعملش دلوقتي، وعندنا فيسبوك وتيك توك وكان انستجرام ويوتيوب و60 قناه و60 لايف، مش هينفع نعمل كده. ان الست والدته المحترمه تيجي النادي وتدخل وبتاع، وتدخل مع اخوه
تكون موجوده وهو بيمضي، حاجه لطيفه جدا بنشوفها بره، بيجيبوا جوازاتهم وابهاتهم وبتاع، حاجه لطيفه جدا. ليه تتكلم وتقول له يا حسين اشتري النادي عن ايه ليه الكلام ده؟ ليه يبقى في كلام اصلا في الفيديو؟ ما الفيديو نفسه حلو، ليه بقى نهري ونعمل تقليعه كده مالهاش اي 30 لازمه؟ اصلا عملناها ساعه ابو تريكه. يا عم ابو تريكه من 18 سنه، الزمن اتغير، ما بقاش الكلام ده. انا راجل دقه قديمه. هل هذه السيده المحترمه والده حسين الشحات ما قعدتش معاه قبل اول ما العقد جه وقعدت اتكلمت معاه تعالى يا ابني الاهلي هيديك كام 10 قروش والفرقه دي مديك كام 15؟ لا يا حبيبي الاهلي، لا يا بابا 15 ده فرق قليل للاهلي. تعالى يا حبيبي الاهلي بيديك كام 10 قروش، الفرقه دي كام 40؟ لا يا حبيبي اتكل على الله. ما هي لو ست زي انا، هي والله لازم 3 اسبوع امي وعماتي وبتاع، لو هي ست بحسبها بالورقه والقلم، انا مين فين؟ فده تمام. في الاخر اتفقتوا ان الاهلي ما يتسواش بفلوس، اوكي. ليه نقولها وطريقه ازاز عاطفي كده مالهاش لازمه؟ قديمه قوي يا كابتن محسن، قديمه قوي يا كابتن امير. برضه ما هو امير برضه، بس ده امير توفيق غير امير دوكا، ده امير دهون غير امير دوكا. مش عجبتنيش انا بشكل شخصي، ما عجبتنيش وجود والدته المحترمه في النادي زي الفل. فكره ان يبقى في عيله وفي انتماء وفي هوم، وفكره حاجه جميله جدا. داخله ومع اخوه قاعده موجوده وهو بيمضي، وفيديوهات لطيفه وتصوير من تحت وتصوير من فوق. اللقطه بتاعت يا حسين يا حبيبي اشتري وبيعوا كانتش لطيفه، كانت غير موفقه. شكرا جزيلا اعزائي. لو وصلتوا لحد هنا باركوا لي عشان عيد ميلادي. كل سنه وانا طيب، بس لسه بكره. عيد سعيد عليكم.